السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الحلقه النهارده من الحلقات اللي انت بتحبها قوي وبتستناها مني على طول. النهارده هنتكلم عن الفلاتر، والنهارده جايب لك 5 فلاتر جامدين قوي قوي قوي. طبعا الفلاتر النهارده لو انت كابلز فدول هينفعوا معاك بطريقه جامده قوي، وانت هتشوف الفرق وانا بوريك الفلاتر قبل وبعد. طبعا عايزك دايما بتشجعني وتعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. خليك متاكد ان اللايك هو اللي بيساعدنا وبيخلينا نكمل عشان نظهر لاكتر عدد من الناس. طبعا يا برنس، الحلقه النهارده الفلاتر من غير باسورد. اوريك النهارده ازاي الفلاتر هيمشوا معاك على صوره واثنين وثلاثه واربعه، وازاي الفلاتر هيغيروا من صورك بطريقه احترافيه. وهوريك برضو النهارده في الفيديو ازاي تحفظ الفلتر عندك او تنسخه وتحطه على اي صوره عندك. وطبعا اللي بيسال على طريقه التحميل من الفلاتر ببقى سايب لك اللينكات تحت هنا، بتخش تحملها من غير باسورد. الفيديو هيظهر في الاخر لو عاوز تنزل الفلاتر وما تعرفش، فالفيديو ده بشرح لك فيه طريقه التنزيل من على القناه عندي. بس كده، يعني هي دي اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. زي ما قلت لك بقى، لايك بقى، لايك واشترك عشان عاوزين نوصل ل1000 مشترك. يلا شد حيلكوا شويه. تعال نبص على الفلاتر قبل وبعد ونشوفهم قد ايه يقدر يغير في صورك، وبعد كده هشرح لك ازاي تقدر تضيف الفلتر جوه برنامج لايت روم، وازاي تقدر تحفظ الفلتر عندك برضه تستخدمه على اي صور. حتى لو انا مثلا نزلت البريسيت مش محتاجه عندي خلاص، فانا همسحه واخلي الفلتر عندي متسجل جوه، ابدا بقى احطه على اي صوره عندي. تعالى بقى سريعا نشوف الفلاتر قبل وبعد، ولو عجبك الفلاتر ما تنساش تشجعني باللايك. يلا بينا. هنبدأ نخش على برنامج لايت روم، وزي ما انت ما شايف كده الفلاتر موجودة عندي جوه. يعني انا منزل ال5 فلاتر عندي اهمت موجودين. ماشي، شايف انت كده مثلا الفلتر ده قبل وبعد. بصراحة الفلاتر النهاردة جامدة قوي 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 قوي، بصراحة في حتة تانية خالص. بصراحة بقى عشان كابلز كمان فحكاية. زي ما انت ما شايف كده انا بوريك برضو، وهوريهم لك على صور تاني كتير برضو. طبعا لو عايز ادخل اي حاجة عندي جوه انا بطلع بره خالص كده. خلينا نزلت الفلتر عندي جوه مثلا موجود عندي على الصور، خليه مثلا هو الصوره ده، فانا هاجي على الصوره مثلا دي كده ماشي، واجي على كلمه ارسال اللي موجوده هنا، واروح دايس يا برنس ايه، ارسال الى لايت روم. برنامج لايت روم اخش جوه معاها اهو يا برنس. كده الصوره ظهرت عندي بره. طبعا انا عشان اعمل ملف هنا فهاجي بره كده، هلاقي الصوره ظهرت معايا هنا كده اهي. بس الصوره هتلاقيها نزلت معاك هنا مع الصور دي كده. طبعا انا هرجع تاني واخش على الملف بتاعي. زي ما انت ما شايف كده دي الفلاتر بتاعتنا. فاحنا دلوقتي عاوزين نحفظها عندنا. هتلاقي ايه، سيب بريست، هتدوس عليها كده وتروح جاي هنا يا برنس زي ما وريتك قبل كده برضو. هتجيب قائمه جديده، تروح دايس على الكلمه اللي تحت كده واكتب هنا مثلا العالمي. ماشي ماشي، وادوس على علامه الصح، واجي فوق هنا كده خالص زي ما انت ما شايف كده. هنا بقى اللي هسمي بيه الفلتر بتاعي. فانا شوف انت عايز تسميه، انا مثلا هسميه رقم 1 مثلا، 1 اهو. ماشي. طبعا الفلتر ده موجود معايا اهو. انا برضو لو جبت الصوره، تعالى كده نشوف صوره، اجيب لك الصوره دي مثلا. الصوره موجوده اهي. ماشي، هنختارها ونروح مدخلينها جوه عندنا هنا. شايف كده؟ هاجي هنا على ايه، بريسيت اللي مكتوبه هنا كده، واروح طالع بره كده واجيب ايه. طبعا انا عندي ممكن يفتح معاك برضو على قائمه من ديت او القائمه دي، لا انا هجيب اخر حاجه عندي وادور على العالمي لحد ما الاقي العالمي قدامي اهو، وادوس على رقم 1 اللي انا حفظته، واروح ادوس على علامه صح. كده الفلتر يا برنس اتحفظ معاك اهو. طبعا في طريقه تانية زي ما قلت لك لو عايز تعملها، اللي هو مثلا انا باجي على الفلتر بتاعي اللي هو مثلا ده هوت، واروح دايس على الثلاث شرطات اللي فوق دول، واروح دايس ايه، نسخ. مش بقى ايه، مش حفظ، نسخ. يعني انا باخد كوبي منه، بدوس على علامه صح كده، واجي على الصوره بتاعتي 3 شرطات، واروح دايس على تحت نسخ على طول ديت. كده الفلتر نزل معايا. انت شايف الفلتر عامل ازاي؟ بس زي ما انت ما شايف كده انا هوريك برضو الفلاتر هينفعوا معاك بطريقه جامده قوي على صور تانية، ومش بس كابلز. يعني انت ممكن تنفعوا معاك في حاجات تانية كتير. حتى لو انت مش كابلز ممكن تاخد الصور، وهوريك دلوقتي الصور برضو هتنفع معاك عادي. طبعا هوريك برضو الفلتر ده، هوريك بقى السيشن بتاعه برضو. شايف كده قبل بعد. هنا برضو بطريقه تانية كادر غير الكادر مثلا، هنا كادر تالت. على الجنب كده الجو فاتح قوي، تحسه انه ابيض. انا عايز اغمقه سنه، انا ممكن اعمل ايه، هدوس هنا كده واروح جايب الكيرف بتاعي كده الابيض. ماشي، واعمل 3 علامات كده وابدا من تحت كده. ماشي، اخده سنه لتحت، ومن فوق كده اخده سنه ايه تحت كده. ماشي. طبعا اكيد شايف الفرق، فرق بسيط بس الفرق حلو قوي. ممكن اعمل حاجه تانية برضو، اجي هنا كده على اللون الرصاصي واغمقه سيكه كده. ماشي يا باشا.
بس كده ظبط معايا يا برنس. تمام. انا ممكن الفلتر يبقى مش ظابط معايا حاجات بسيطه، انا ابدا اظبطه ومش هياخد معايا وقت. طبعا هنشوف برضو الفلتر ده كده قبل بعد، 1 على صوره تانية، 2 ماشي حلو قوي، 3 4 جامد اوي الفلتر ده برضو. طبعا الفلتر ده حكايه بصراحه، ده برضو شايف كده قبل بعد، ماشي دي برضو على الصوره ديت قبل بعد. طبعا ماشي على كل الالبوم بتاع الصوره اهو، كادرات مختلفة، والفلتر برضو شغال معاك 100. تيجي هنا برضو بص قبل بعد برضو شغال 100. تيجي هنا برضو، تيجي هنا شغال معاك. طبعا انا وريتك النهاردة ال5 فلاتر وازاي هتقدر تضيفهم وتحفظهم معاك على البرنامج. هوريك بقى الفلتر ده حتى لو انت مش كابلز هينفع معاك برضو الفلاتر دي. فهندخل صور معانا كده، ماشي هنجيب صور حتى مش كابلز خالص، زي مثلا الصورة دي كده، الصورة دي مثلا نبدأ نضيفهم معانا جوه كده. تعالى مثلا الصورة دي شايف قبل بعد كده، ده واحد منهم، هنمسحه خالص كده من هنا، ماشي. ونبدأ نجيب ايه اي فلتر تاني، مثلا انا ناخد الفلتر ده مثلا، ناخده كوبي كده، كوبي اهو، ونروح جايبين الصورة بتاعتنا دي كده العادية، ونروح دايسين ايه هنا كده قبل بعد. شايف الاختلاف ماشي معاك ومفيش اي مشكلة. يعني انت لو كابلز فالفلتر شغال معاك، مش كابلز برضو الفلتر شغال معاك. بس كده وصلنا لاخر الحلقه، ويا رب اكون قدرت اساعدك، ويا رب اكون بعمل لك فلاتر حلوه. وانت تقدر تساعدني باللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد، والكومنت اللي هستناه تحت ان يشجعني عشان اعمل فيديوهات تاني ان شاء الله. السلام عليكم.